ومالون فوندوتشي وابراهيم ابا، وعلى اليمين سيلعب جوني علي، وعلى اليسار سيلعب بريس ايبوتشي، وتريومف كوكولو لعبت عالية على القائم البعيد، مرت إلى ركلة مرمى سواء على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم، وانطلاقة تأتي من فريق القطن الكاميروني وإلى ركلة ركنية أولى في المباراة. وويرو صفرته وأعلن عن انطلاقة هذين في مباراة اليوم. هذه ضغط يأتي من جانب كهرباء، أحمد عبد القادر عدى ولد، عدى بمهارة، يلعب كرة عرضية لكن تمريرة في الأمام لكهرباء. كهرباء من لمسة أولى خد مكان محمد هاني يلعب كرة عرض دقائق، والتمريرة على الجهة اليسرى إبراهيم أبا، جميع عناصرهم لوسط ملعبهم، وبالتالي أمام صن داونز. وهذه تسديدة أولى تأتي من جانب أفشة لكن مرت أعلى المرمى. محاولة جيدة محمد هاني، مرت كرة رامي إلى محمد هاني، يلعبها على طول في هذا الموسم. المدرب اللي قاد الأهلي في هذا الموسم في 31 مباراة من جانب لاعبين النادي الأهلي. عبد القادر مرر كرة في الأمام، عادوا 2-2 في جروة طبعا في مباراة الإياب. ترامي من جديد يلعبها للسورية مرر جديد ألم بتنان، حارس مرمى فريق القطن على طول. عبد القادر اللي بيلعب تمريرة داخل منطقة الجزاء، والأقرب جديد ألم بتنان اللي بيكسب الكرة من أمام محمود عبد المنعم كهرباء. سلامات لكهرباء طبعا يبدو أصيب كهرباء على مستوى الرأس بعد خروج حارس مرمى فريق القطن الكاميروني والاشتراك معه بهذه الطريقة. هذه مرة أخرى من جديد التمريرة اللي كانت من جانب عبد القادر، والكرة المشتركة مع جديد ألم بتنان فريق القطن الكاميروني. الشراسة لابد تحتاج لمساندة محمد عبد المنعم، تأتي المساندة من جانب معلول عطية لعمرو السورية، بيلعب كرة في الأمام لكن قطن الكاميرون لعبوها سريعة لداوود كاميلو والكرة يلعب على طول تمريرة، وادي عبد القادر خطيرة مرت جول، جعل المهمة الصعبة على عبد القادر. أفشة يلعب كرة عرض منطقة الجزاء مع عودة من جانب السورية، وادي التسدية على طول يلعب على يمينه لبيرستاو عدى 2 حتى الآن لمسة للكرات في أول 11 دقيقة من عمر المباراة. فريق القطن الكاميروني حتى الآن ولا حتى تعادل. هذه تحرك له هاني والعرضية من هاني مرات، وادي يا ولد كهرباء على طول خدها على الطاير لكن بتمر أعلى المرمى. كرة محمود تكون أمام اللاعبين وليست خلف طبعا كهرباء أو خلف أفشة أو خلف عبد القادر. أحمد يلعب لعلي معلول، الكرة مرت إلى خارج الملعب، وأيضا تكون موجودة في مباراة اليوم. تمريرة ربيعة بص ومرر كرة في طبعا اليو ديانج وحمد. هذا الواجب الدفاعي مع انطلاقة تأتي من جانب اللاعب إبراهيم أبا إلى مباراة بيرستاو بلمحة مارية جميلة، يلعب على طول مع كهرباء في تاريخ البطولة. بيرستاو استلم الكرة، بيرستاو تحت ضغط، وهذه تسديدة من كهرباء مرت على المرمى بقليل، مرت يا كهرباء بقرة من جديد لجوني علي، عدى مرر كرة في الأمام ملعوبة على الطرف الأيسر لبوبا عبد كان. أفشة في الأمام يلعب لمسة على طول كهرباء وطى من جديد. مروان يلعب تمريرة، ولد على التمريرة، فرصة للتسديد والهدف الأول يأتي الآن للنادي الأهلي عن طريق كهرباء يسجل أول أهداف الأهلي ببراعة. تمريرة كانت مميزة جدا من اللاعب مروان عطية، والعرضية من جانب محمد مجدي أفشة، وكهرباء تقدم بالهدف الأول للنادي الأهلي. الآن في المقدمة عن طريق كهرباء. محمود عبد المنعم كهرباء عن الجماهير المتواجدة، جماهير القطن، وهي جماهير أيضا من الجماهير الواعية جدا اللي يعني قد تصفق للفريق المنافس. الانطلاقة من جانب أبا يلعب كرة بالعرض خطيرة، داوود يلعب على طول لأفشة مرر كرة في الأمام إلى بيرستاو. أهلي معرفة مصيره، هل سأصعد إلى الدور ربع النهائي زي كهرباء. هذه التمريرة روعة، بيرستاو كهرباء من جديد، يا ولد يا كهرباء، جول لكهرباء، الهدف الثاني للأهلي الآن. ثنائية رائعة لمحمود عبد المنعم كهرباء، أشعل الأضواء في استاد روم دي أجية. محمود ابراهيم ابا يلعب كره عرضيه على القائم البعيد، والمهاره تاتي من جانب عبد القادر والعرضيه ومطالبه بلمسه يد، والكره تبعد الى ركنيه. روح اللي غابت عن معظم لاعب من لاعبين النادي الاهلي في هذه الركنيه داخل منطقه الجزاء. مرت الكره والتسديد، سرعته، مرر الكره في الامام لكهرباء، لكن تغطيه في
عادت الهجمه لكن يا ولد محاوله مروان عطيه اللي على طول يتدخل على الرجل اليسرى. ضغط من جانب مروان عطيه، استخلص يا ولد كورته اللي بيلعب كره في الامام لقفشه. قفشه يلعب كره عرضيه لكن يلعب كره في الامام. تغطيه محمد هاني، علي معلول علي معلول يلعب عرضيه لكن كادت ان تكون هدف ذاتي من جانب اللاعب جوني علي. لعب عرضيه ممتازه وبيرستاو تحرك الان على الطرف الايسر في موقف 1 على 1 مع 6 لاعبين داخل منطقه الجزاء. عليا وابعاد اللاعب بوبا عبد الرحمن اللي بيلعب تمريره اي كلام تعب، وكذلك محمد عبد المنعم. ستاو بياخد مكان هاني اضبط يا هاني اضبط. محمد عبد المنعم رمي التماس ملعوبه وهذه عرضيه لاكسترا انجميزو بيراوغ رامي ربيعه مع عرضيه ولكن يا ولد الشناوي يطلع ويمسك على طول من على القائم القريب. محمد الشناوي الباحث عن العوده مره اخرى من جديد للطال والعزيمه. لمسه جميله جدا لو مرت لكن على طول محمد هاني. عادت من جديد حزاري والتسديده في متناول الشناوي. بانطلاقه تاتي الان من جانب فريق القطن الكاميروني. معلول يا ولد الشوط الاول قبل ان تكتمل هجمه النادي الاهلي يضيء جروه في هذا الشوط الاول من هذه اللعبوبه. الكولر هنشوف ادارته للمباراه في الشوط الثاني. لابد طبعا من التفكير في هدف ثالث ولما لا تسجيل 4 أهداف في هذه المباراه هنا في هذا الملعب. صافرة حكم المباراة الكيني بيتر وويرو تعلن عن بداية تمريرة في العمق عالية في الأمام. براس يلعبها معلول مرر في الأمام لقفشه بمراوغة بمحاولة مرور موقف 1 على 1 من جانب عبد الهادي في الأمام لكن خطفها على طول مجدي قفشه يلعب كرة في الأمام لكهرباء في الوسط الدفاعي. عبد القادر على اليمين، بيرستاو على اليمين، انجميزو تمريرة أي بيرستاو لو سيطر على الكرة هتكون خطيرة. بيرستاو بياخد خطأ وركلة حرة لو سيطر عليها من لمسة واحدة. ميلو بحث عن عرضية مرت وصلت إلى قادر وادي تمريرة جميلة. التمريرة كهرباء من جديد ولا تركيات الآن لكهرباء. الله يا كهرباء، هي ليلة كهرباء بكل تأكيد. بيرستاو يضرب مرة أخرى من جديد بأسيست في هذه المباراة. عبد القادر هل يكون لي نصيب من وكرة عالية في الأمام وبيرستاو والرابع يأتي الآن بقذيفة لا تصد ولا ترد من جانب الجنوب افريقي. والرقصة الشهيرة لي ارقص يا بيرستاو ورقصته الشهيرة. هو يعود إليكم من جديد بيرستاو ويسجل الهدف الرابع بهذه القذيفة داخل منطقة الجزاء. عبد القادر من جديد هياها لمعلول مرة أخرى. عبد المنعم كرة عرضية تبعد وخطأ وركلة حرة وسلامات لرأى الهدف الثالث لكهرباء في الشوط الثاني. السورية ياخذ خطأ وركلة حرة. السورية أيضا اللي لم يلعب كثير داوود كاميلو. هجمة تأتي الآن للأهلي وتستمر الهجمة لفريق القطن الكاميروني. عرضية لكهرباء حجز على كورته بطريقة ممتازة. كهرباء من جديد ياخذ ركنية لفريق رقم 20. نزل كذلك كرتين من عبد القادر لمعلول لعبد القادر يلعب عرضية لكن ترك عمل اللي عليه وأكثر في هذه المباراة. بيرستاو لكن هذه كرة فيها مرور من جانب الخطير أمامنا. حسن يلعب كرة في الأمام لبيرستاو على الأرض امام الاتحاد المونستيري. عوده بيرستاو يا ولد اللي ليه هدفين في هذه النسخه من هذه البطوله لكن منهم هدف طبعا في مرمى الاتحاد المونستيري. كهرباء يخرج سعيد كهرباء بكل تاكيد. يلعب مع الشريف استلم تحت ضغطنا على الجهه اليسرى مع عوده الاهلي لاداء الواجب الدفاعي والتسديده الاولى التي تمريره جميله. حمدي فتحي حمدي ومحاوله سريعه من جانب عبد القادر عاوز يسدد عاوز يفوت 3 مدافعين من جانب فريق القطن. هذه كرة